تعالوا اقول لكم على احلى واسرع طريقه الجمبري وفي 3 دقايق بس. بعد ما بغسل الجمبري باجي عند الفيصل اللي عند الراس وببدا ادخل المقص وافتح الظهر بالشكل ده، وبقص اللحم طبعا على الجنبين وبشيل سلسله الرمل اللي بتبقى موجوده في الظهر. بعد كده بكون مجهزه معايا ملح وفلفل وتوم وفلفل اخضر، وابدا اتبل الجمبري كله. وزي ما كلنا عارفين ان طبعا الجمبري ما بيحتاجش اي بهارات خالص غير الملح والفلفل. ميزة الطريقة دي انها سريعة جدا ومبتاخدش وقت مننا، وغير ان الطعم بتاعها بيطلع خطير. كده انا خلصت الكمية كلها. في طاسة على النار هضيف معلقتين من الزبدة او السمنة، انا ضفت هنا سمنة بلدي. واول ما السمنة تسيح وتسخن نبدأ اضيف وحدات الجمبري. الجمبري لما نيجي نضيفه بنضيفه على الجنب اللي احنا قصيناه الاول، لان احنا لو ضفناه على الظهر هنلاقي الجمبرية قفلت، القشر هيقفل عليها ومش هتبقى مفرودة زي ما احنا عايزين. فلازم اول جنب للتسوية هو الجنب اللي موجود فيه اللحم. ومدة التسوية على الجنبين يعني ما بتاخدش دقيقتين 3. بمجرد ما بيلمس النار، طبعا احنا عارفين الجمبري بيستوي بسرعة، بنقلبه على طول عشان طبعا لو طولناه على النار هيتجلد ويبقى طعمه وحش. بس ريحته بقى خطيرة، الجمبري بالزبدة او بالسمنة البلدي روعة بجد، غير طريقتنا العادية اللي احنا عارفينها كلها بنعملها شوربة وبصل وطماطم وفلفل. لا لا، دي اسهل واحلى والذ. واللي ما جربش الجمبري باتر فلاي في البيت فايته كتير، لازم تجربوه. واول ما بيغير لونه للون الاورنج يبقى كده خلاص استوى. هبدأ بقى احط تريكة عليه كده لذيذة، وهي موتزاريلا. نضيف كده معلقة موتزاريلا على كل جمبرية، وبالظبط بتاخد ثواني وبتكون الموتزاريلا ساحت. هو تحضيره ما بياخدش ثواني، واكله كمان ما بياخدش ثواني. موتزاريلا بقى عاملة شغل معاه وريحته وطعمه خطير. غير انه بينفع جدا في العزومات، شكله جميل على السفرة وبيرضي جميع الاذواق لان ما بيختلفش عليه اتنين من جمال طعمه. الغريب بقى في الوصفة دي الجمبري بيطلع مسكر جدا. شايفين جميل قد ايه؟ اللحم بيتفصل من القشر بسرعة. وطبعا زي ما قلت لكم ما نطولوش على النار عشان ما يجلدش. ممكن نقدم جنبه طحينة او كاتشب ومايونيز، بس هو طعمه لوحده مش محتاج اي اضافات تانية. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، واللي عجبه ما ينساش يعمل لايك وشير. واللي اول مرة يشوفني انا شيري امام. دمتم بصحة وهنا.